يسعد صباحكم ومساكم يا رب. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اشتقت لكم كتير، طلعت لكم فيديو جديد. رح نحكي اليوم ليش طلعت من بيتي وشو رح يصير فيه وشو الديكورات رح تتغير فيه وشو السبب، ونفس الوقت رح نروح مشوار. بعدين رح نسوق كم غرض من الماركت ونعمل انا وياكم مع بعض دجاج بالفرن بأسهل طريقة وأسرع طريقة على طريقة المطاعم السورية. أكيد ما رح تندموا عليها، بتمنى كلكم تجربوها وتخبروني رأيكم بالتعليقات. بعد منا بس لهون. هلا أول شي أنا أول ما في هيك بحب بلش نهاري فنجان قهوة. فهيك الحياة مثل فنجان القهوة، مرة أحيانا بس بتصحصحنا لنشوف الحلو حوالينا. لهلا أنا وياكم لنعمل هذا الظرف النسكافيه، جبته من 101، هذا الماركت مشهور هون عنا بتركيا، فحبيت أجربه أنا وياكم سوا. للحقيقة كتير طيب ويعاد، يعني نكهة الكراميل فيه واضحة وحتى هيك حلاوته كتير مناسبة. هون خفقت الكوب النسكافيه هيك بإيدي لأن الخفاعة عندي ما لها بطارية، ضاعت بطاريتها بالنقلة وولادي بالمدرسة، فهيك رح مرق اليوم. يمكن لاحظتوا إنه اليوم الفيديو مو بنفس البيت. القصة وما فيها أن صاحب الشقة قرر يغير بالديكور وينزل السقف بسبب محكمة بناء. كان جاي على البناء مخالفة، فبدهم يغيروا شكل البناء الخارجي اللي هو السقف من برا ومن جوا. فهيك والله هلأ حنطلع أنا وياكم لفوق على الشقة وورجيكم كيف صارت. يعني باختصار البيت صار ورشة شغل وما عاد فيني ضل فيه أبدا. نزلنا كل العفش البيت بس تم هذا الطقم الأبيض ما حسنا ننزله. شوفوا كيف صار. هيك صار شكل السقف. تقريبا أني نازلة أنا شي 20 يوم، والصراحة هو كتير صعب، يعني إن هيك الشنشطة والنقلة وغرفة النوم وغرفة الولاد. أنا كنت ناهية كل شغلي وكنت معزلة البيت ومرتبته ومنظفته على أساس إن تفوت تجي المدرسة بكون أنا متركنة وما علي أي شي وأتفضل دراسة ولادي. فاضطرينا نعمل هيك ويصير كل هالشيات. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا قلت لحالي ليش نزعل؟ كل تغيير بالحياة بده يجيب معه شي جديد، يمكن هالتغيير يكون فرصة لإني أفتح صفحة حلوة وضيف جو هيك جديد على القناة وغير شكل أنا وياكم، ونشوف كيف رح أغير شوي بديكور البيت، كيف رح أنقل الغرف وهيك. عم فكر أحط غرفة النوم بالصالون وأحط طقم الصالون بغرفة النوم، يعني أعكس الأدوار. هلا أنا هون كان تراس كبير فرح يلغوا التراس ويعملوا برندة. البرندة رح تصير على غرفة النوم، لهيك عم فكر أحط طقم الصالون فيها. شو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات بيطلع حلو أو لا. هون عندي هيك الحمام. هي غرفة الولاد. غرفة الولاد 80% ما تقعد لأن أنا غرفة ولادي طابقين، السقف كتير نزل ما عاد بقي مساحة، يمكن ما نقدر نركبها. مالي عارفة كيف بدي زبطها. هي غرفة الولاد. بعدين رح نروح على المطبخ. يلا معلش خلونا نعتبرها بداية مغامرة جديدة، وأنا متأكدة إنه كل مكان رح نكون فيه رح نزرع فيه ذكريات حلوة وضحكات حلوة أنا وياكم مع بعض. يمكن بعد 2 3 ارجع عاد شوف هذا الفيديو مرة تانية ونضحك ونقول وين كنا وين صرنا. الله يختارنا خير أحسن شي. هذا المطبخ حتى مطبخ كمان يعني تقريبا راح نصه بس إنه الشباك كبروا. غسالة البراد كمان ما حسنا ننزلون، فهن هيك تعبانين ولازمهم تبديل. وهيك والله هلأ هي إطلالة بيتي بورجيكن إياها. إطلالة بيتي كتير عادية. هلأ شوي تانية رح فوتكم على الشقة اللي مقابلي وأورجيكم الإطلالة قد ايه حلوة وفي هيك باين البحر والقصص هي كلياتها. هون سقف البناء كله هبطوه ورجعوا عمروه مرة تانية، صار بهذا الشكل. بعد ما رح يدهنوا هذا الخشب كله أسود يحطوا عليه عازل مشان المطر، ورح يركبوا الأرميدة
بعدين رح يشتغلوا بالشقق من جوا، هذا أكيد كله رح يتنضف. هيك وهلأ أنا هون فايتة على الشقة التانية، لقيت هاي الكاسة حاطين فيها مسامير هيك بهذا الشكل، هاي كاسة كرتون، فما بعرف مين هيك ابن الحلال اللي عامل هاي العملة. الله يستر ما حدا من الولاد دعس عليها. مدري كم واحد، 6 مدري 7، لا 6. حسبي الله ونعم الوكيل، أحسن شي. هلا رح أخدكن على الشقة التانية، كمان هيك نفس ترتيب عندي، بس هي الشقة لسه رايح منها أكتر. هلا هون البلد كتير حلوة وجوها حلو، بس بدها مصاري كتير وتكوني تعرفي تحكي لغة، هي أهم شي. طبعا المصاري أهم من اللغة. هيك الأجواء، الإطلالة، الشوارع، حتى يعني المدارس هون اهتمامهم بالأولاد كتير مميز، بتحسي هيك بعدك عم يدرسوا مدرسة خاصة، أسلوب الآنسات وهيك والنظام تبع المدارس كتير بيعجبني هون. تحسوا هيك عندهم انضباط، عندهم إن هيك يعني بيهتموا بكل طالب بيطالبوا، ما في والله إنه خلاص عطينا الدرس اللي فهم فهم ما يفهم ما يفهم. لأ هون عندهم كل هيك أسبوعين 3 بيعملوا مثل السبر للولد، بيحددوا مستواه، بيسألوه عن الأسئلة اللي أخدوها، فهيك يعني حاسة أنا هيك بالنسبة إلي إنه التعليم هون مدارس تركيا ممتاز. هون هي الإطلالات، الشقة التانية هون البحر باين، هيك إطلالة تشرح القلب كتير حلوة. بس هيك الله يخلصها على خير وتركن بقى، لأني كتير تعبت إنك الشنشطة والأولاد بيتي. أنا أساسي ما ركبت لا غرفة النوم تبعي ولا ركبت شي، كله بالشنطة ده. الفيديو الجاي إن شاء الله رح أصوركم البيت اللي قاعدة فيه. هلأ حبيت أغير جو للولاد وأخدهم شوي على الحديقة، فقلت أصوركم هيك مقتطفات صغيرة. هي الحديقة بالجمهوريات كمان هيك واسعة وحلوة. هون هيك ألعاب عندهم للكبار عشان يعملوا رياضة، مثل هيك ألعاب الجيم، وفي القسم التاني ألعاب الأطفال. تحسي هون هيك حالك ماشية بغابة، هيك الخضار هون تركيا كتير بتلاقي هيك حلو، وين ما رحتي بتلاقي أشجار، وين ما رحتي بتلاقي حدايق، فكتير حلو الجو. هي هون هيك الألعاب، وهذا الممر تبع الحديقة. هون في صالة هيك على اليمين كان في عرس، بس ما حبيت صور يعني عشان خصوصيات وهيك. هلا لأخدكن ورجيكن البحرة. أنا عشقي شي اسمه هيك بحرة، خضار، بحر. بعد ما خلصنا من مشوارنا فأكيد لازم يكون في فقرة تسوق للبيت. فت على 101 تاع أي زفير، بيقولوا له هون تركيا كتير عاملين هيك عروضات حلوة على المعطر، على راس الجلاي، كل الماركات يعني 50%، 60%، 40%، كل ماركة وإلها خصم. هاد هون القسم المفضل عندي أنا، القهوة والكابتشينو والنسكافيه، فهيك حبيت أعملكم لمحة سريعة. لأ هون بكونوا حاطين الأغراض، أغراض المطبخ مثل هيك، يعني مجموعة، يعني كتير بحب هيك، بحب الأكلات الحلو. وهيك عندكم علبة إكسسوار الساعات، في كتير أشياء حلوة. هون كاسات شرب، شو بدكم بتلاقوا تقريبا. حتى في قسم الكهربائيات، هو قسم صغير يعني حاطين كم قطعة بس إنه حلوين، فحبيت هيك أعملكم لمحة سريعة. هي لكم أنا بدي أجيبه، شفت إنه هون حقها 1000 ليرة تقريبا، فما استجيت أخذها الصراحة، قلت لك لا أشوف على ترندي ولا أكتر.
بلاقي ماركات أحسن أو بلاقي موديلات أكتر أو حجم أكبر، كتير حسيتها صغيرة. هاد كمان قسم المشروبات مثل النسكافيه، مشروب الطاقة، هون الألبان والأجبان، وقسم البسكويت كلياته كامل. أنا بتيجي علي باخد من كل شي غرض 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 غرض، فهيك حبيت أعملكن لمحة سريعة. هون عاملين خصم على السوشي، الصراحة مسترجي أجرب، يعني خفت آخد وهيك ما أحبها. هي عجزت ما كنت أستوعب شو هي. أنا فكرتها أول شي ممسحة، قام طلعت جهاز مشان هيك مساج الرجلين، بتعبوها مي بتسخن المي وبتنقعوا رجليكم فيها فبتعمل هيك مساج أو بتحطوا بقلب الدهورات وهي القصص. هذا قسم الشوكولا، هون كورن فليكس، هون الأشياء بكونوا يعني هيك الأكلات الحلوة مثل فانيليا، بيكنج بودر. وهاد قسم الأطفال، قسم الكبار كمان. البسكويت كله بأنواعه، شو بده يكون بتلاقي. هلا أخدت حليب هيك لأولادي، هلا أخدلن شوية بسكويت، أخدت من هاي وأخدت من هاي، لسه مكملين. هلا بعد ما رجعت على البيت بدي جهز الطبخة لأعمل دجاج بالفرن. أول شي بدي أعمل خلطة بمحضرة الطعام، أحط معلقتين كبار لبن ومعلقتين بهارات دجاج ناعمة. بعدين بدي تحط تقريبا فنجان قهوة زيت أبيض، وهلأ رح أضيف مكعب دجاج. هلأ ضروري كتير إنه نعمل هاي الخلطة بالمكسر، يعني كتير تفرق معكم بالطعم غير ما انتو تحطوا هاي الخلطة فوق الدجاج. هون رح أحط معلقة دبسة بندورة ونص معلقة دبسة فليفلة، إنه هذا عندي إياه كتير حاد فحطيت شوي ما حطيت كتير، ومعلقة فلفل أسود أو نص معلقة إذا انتو ما بتحبوا كتير الحاد، ومعلقة صغيرة كزبرة يابسة. بعدين بضربهم كتير منيح بمحضرة الطعام لحتى يصيروا هيك قوامهم واحد مثل المايونيز يعني. فإذا انتم ما ضربتوهم بمحضرة الطعام رح يكون كتير يعني رح يختلف معكم الطعم، عرفتوا علي؟ هلا هيك رح يكون عندي القوام. رح اضيف عليهم 4-5 حبات قرنفل، اذا عندكم ورق غار حطوا، او اذا عندكم اللومي او الليمون اليابس في عالم بتقله حطوا كمان حبة بتعطيها كمان نكهة طيبة. انا هون مقطعة تقريبا نص كيلو بطاطا وناقعة الفروج بمي وخل وليمون كتير منيح وطحين مليفته كتير كتير منيح. رح اضيف عليهم هلا الصوص، وهذا هيك بيجي شريط مع الكيس الحراري رح اربطه كتير منيح. ورح اضيف على الصينية تقريبا كاسة مي كبيرة. انا محمية الفرن على 220، اخدت معي وقت 40 دقيقة بالضبط. هلا صار عندي الدجاج مستوي دايب، رح نفتح الكيس مع بعض ونشوف اللون. هلا انا هيك بحبها كتير مقمرة كمان مشان الولاد، ليكوا شلون دايبة لحالها هيك بتتسحب تسحيب. بس تطلع معك العظمة بهذا الشكل اعرفي انه الدجاج عندك مستوي. هلا هيك خلص الفيديو تبعنا، بتمنى يكون عجبكم. انتظروني في فيديوهات جديدة، لا تنسوني من دعمكم، لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم. بحبكم كتير، باي باي.